السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد حتاته، ده الفيديو السادس من سلسله تعلم بايثون من الصفر. الفيديو اللي فات عرفنا يعني ايه فاريبل، وقلنا ان الفاريبل ده مكان في ذاكره الكمبيوتر بخزن فيه قيمه. القيمه دي ممكن تكون انتجر، رقم صحيح، فلوت، رقم عشري، سترينج، نص، او بوليان، والفاليو بتاعتها بتكون ترو اور فولس وحاجات تانية. وده كله بيندرج تحت حاجة اسمها داتا تايبس، أنواع البيانات. دي بإذن الله هنشرحها فيما بعد في وقتها إن شاء الله. طيب، وعرفنا كمان syntax الفاريبل اللي هو عبارة عن the name of variable اسم المتغير، وبعد كده الاساينمنت اوبريتور اللي هي علامة اليساوي، وبعد كده الفاليو والقيمة اللي أنا هخزنها جوه المتغير. وعرفنا كمان ملاحظة مهمة جدا عند طباعة اسم المتغير. تعال نشوف الكلام ده مع بعض عملي من غير كلام نظري. أول حاجة هعمل متغير وأسميه age وأديله قيمة 20. طيب أنا عايز أطبع ال20 دي، فأطبعها إزاي؟ أول حاجة دالة البرنت ديت مسؤولة عن الطباعة، وهطبع اسم المتغير. اسم المتغير age. طيب مش age ده string؟ حلو. علشان أطبع الفاليو اللي هي ال20 لازم أكتب اسم المتغير. طيب فقلنا في الفيديو اللي فات علشان أطبع القيمة دي هكتب الage. تمام؟ هكتب الage زي ما هي كده، ما ينفعش أحطها جوه الدبل كود. ليه؟ لاني لو انا حاططها جوه الدبل كوت النتيجه او الاول كود بتاعي هيكون ايج، وانا مش عايز كده. انا عايز اطبع ال20، فانا عشان اطبع ال20 زي ما هي، ال20 القيمه ذات نفسها هعمل الايج من غير ما احطها جوه الدبل كوت، فالناتج بتاعي او الاول كود هيكون 20. وزي ما قلنا قبل كده ان اي حاجه بتتحط جوه الدبل كوت بتعتبر سترينج وبتطبع زي ما هي حتى لو رقم صحيح. تعال نشوف الكلام ده. ادي كده بنت هنا 2 بلس 2، المفروض 2 بلس 2 المفروض الناتج يكون 4، ولكن لان انا حطيت العمليه الحسابيه دي جوه الدبل كوت فبقت سترينج. ففي الاول كود لما تيجي تطبع في النتيجه هيبقى 2 زائد الاثنين. تعال نشوف النتيجه كده اهي 2 زائد 2. طيب لو انا عايز الناتج يكون 4 عادي اكتب 2 بلس 2 زي ما هي كده، 2 بلس 2 من غير ما احطها جوه الدبل كوت، ساعتها الاول كود بتاعي هيكون 4. خلاص يا شباب؟ وملحوظه ثانيه يا شباب، لما اجي اسمي الفاريبل بتاعي لازم يكون معبر عن القيمه اللي انا هخزنها جوه المتغير ده. وليكن انا كنت عايز اخزن عمري، فانا حطيته جوه متغير وسميت المتغير ده ايج، فبقى عندي ادي كده الايج مثلا وليكن 20، فانا الفاليو بتاعي هي 20 اللي هو عمري، فخزنته جوه حاجه تعرفني ان الفاريبل ده خاص بالعمر بتاعي. طيب ليه؟ لان برضك انا ممكن اعمل فاريبل تاني ادي كده النمبر واسميه 20، فده الفاليو ده 20 والفاليو دي برضه 20، القيمتين متشابهين، ولكن إيه اللي بيحدد لي انا قصدي ايه بالظبط؟ هو اسم الفاريبل، فده ايج معناه عمر، فانا بقيت عارف ان الرقم ده خاص بالعمر، وده نمبر ده رقم، فبقيت انا عارف ان ال20 ده رقم ممكن استخدمه في حاجه تانية خالص بس مختلف عن الفاريبل الاولاني ده. وعلشان الصوره توضح اكتر انا هشيل ايج ده واحط مكانها اكس، وهشيل النمبر دي واحط مكانها واو. خلاص؟ فبقى انا عندي هنا قيمتين ادي كده، الفاريبل اكس بخزن فيه قيمه 20 وفاريبل واي بخزن فيه قيمه 20. طيب دلوقتي وانا بكتب الكود انا فاهم انا قصدي ايه، ولكن بعد شويه لما اجي ابص على نفس الكود انا مش هكون فاهم انا كنت قصدي ايه لما انا كتبت الكود ده. طيب فده اكس بيساوي 20 والواي بيساوي 20، طيب انا قصدي إيه؟ طب اكس دي معناها ايه والواي دي معناها ايه؟ دلوقتي انا ممكن اكون فاهم لكن بعد شويه مش هبقى فاهم. طيب فايه اللي بيحدد لي انا قصدي ايه؟ اسم المتغير. فلما اعمل مثلا المتغير ده واسميه ايت، فانا بقيت عارف ان المتغير ده خاص بالعمر. ولو عملت الواي ده خليته مثلا فيرست نمبر، فانا بقيت عارف ان ال20 دي خاصه بالرقم الاولاني. فخلاص يا شباب لما اجي اسمي الفاريبل بتاعي لازم يكون معبر عن القيمه اللي انا هخزنها جوه المتغير، يعني ما ينفعش اعمله اكس واي وزد والكلام ده. ممكن تعملها على سبيل التجربه وانت بتجرب كود، ولكن في البرنامج لما تيجي تشتغل على برامج او مشاريع لما تيجي تسمي الفاريبل زي ما قلنا لازم يكون معبر عن القيمه اللي انت هتخزنها جواه. خلاص يا شباب؟ تعال نشوف نقطه تانيه مع بعض. انا هعمل متغير age وهخزن فيه قيمه 20، وهعمل برضه ابديت للقيمه لقيمه الايدج وهخليها مثلا ب 30. جميل لحد هنا؟ تعال نشوف التريك اللي انا عايز اوريها لك. ادي كده برنت، هعمل برنت للايدج. طيب بس قبل ما نشوف النتيجه تعالى كده اسالك سؤال، النتيجه هتبقى ايه؟ انا عندي فاريبل ايدج مخزن فيه قيمه 20 وبرضه فاريبل ايدج مخزن فيه قيمه 30، فلو سالتك النتيجه هتكون ايه؟ 20 ولا 30؟ تعالى نشوف النتيجه مع بعض.
طلعت 30. طب ليه 30 مش 20؟ تعال بس كده اشرح لك مثال بسيط. انا عندي صندوق، الصندوق ده انا خزنت فيه قلم، وجيت بعد شويه فتحت الصندوق، شلت القلم وحطيت فيه مثلا موبايل، وقفلت الصندوق تاني. فلو انا جيت قلت لك الصندوق دلوقتي فيه ايه، هتقول لي فيه موبايل. طيب لو انا قلت لك ليه مش قلم، هتقول لي هندسه انت حطيت في الاول قلم وبعدين فتحت الصندوق شلت القلم وحطيت فيه موبايل، فبقى دلوقتي الصندوق فيه موبايل. فنفس الفكرة ايه، انا عملت ايدج وخزنت فيه قيمة 20، وبعد كده عملت ابديت لقيمة الايدج، بدل ما هي 20 خليتها 30، فدلوقتي الايدج متخزنة فيها قيمة كام؟ 30. فلما اقول لك اطبع لي الايدج هتبقى كام؟ ب 30 مش ب 20. تعال نزود كده، مثلا بدل ما هي ب 30 هخليها 50، بدل ما هي 50 هخليها 40، بدل ما هي ب 40 هخليها 100. طيب الايدج دلوقتي هتبقى كام؟ هتبقى ب 100. ليه؟ آخر قيمة أنا خزنتها جوه المتغير إيدج هي دي اللي هتطلع. خلاص يا شباب؟ تعالى نطبق على مثال تاني. وليكن أنا هعمل variable name وهخزن فيه قيمة اسمها أحمد. خلاص؟ وهعمل أبديت للفاريبل ده وهخزن فيه قيمة وليكن محمد. خلاص؟ ولو أنا جيت قلت لك إن لو أنا عملت برنت للنيم النتيجة هتكون إيه؟ أحمد ولا محمد؟ خلاص بقى إحنا عرفنا طالما أنا عملت أبديت لنفس الفاريبل، هنا النيم القيمة بتاعتها أحمد، عملت أبديت للفاريبل ده بدل ما هي أحمد خليتها محمد، فبقى دلوقتي النيم ده متخزن فيه قيمة محمد، فلما أجي أطبع النيم النتيجة هتكون محمد. طيب هشيل محمد واكتب مثلا مكانها أسامة، فلو شوفنا النتيجة تاني هتبقى إيه؟ أسامة. تعالى مثال تاني، شلت أسامة وليكن عملت إسلام. طيب فالنتيجة دلوقتي إيه؟ بقت إسلام. فالكلام ده بيتطبق على نفس الفيديو. بس كده، يا رب يكون الفيديو فاتكم. كان معاكم أحمد حتاتة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.